ما أبي شي. الكلمة الوحيدة اللي تقولها من تجي على شخص محتاجه ويجاوبك ببرود، من تتعب من فراقه وتجي تحاول تصلح كل اللي بينكم وتبدو وياه صفحة جديدة وتتنازل حتى عن نفسك لأجله، وشوفه هو ما مهتم، ما مبادلك نفس الشعور. يا أخي ليش تحسسني إنه أنا غلطان بيوم تقربت منك؟ ليش تحسسني إنه أنا ظلمت نفسي بيوم خليت نفسي أحبك لهالدرجة؟ تريد أقول لك أنا شبيه؟ أنا ما بيه شي، وجايبي الغلط ومن صحت اسمك قلت لك شلونك كنت غلطان. انسى كل شي، انسى إنه أنا اليوم دقيت لك وأنا اليوم ذكرتك، وخلي يومك يمشي عادي وكأنه أنا ما موجود بيه. اعذرني لأن كنت مو بوعي، اعذرني لأن كان سخافة من عندي من فكرت إنه تتغير وتحس شوية. تريد أقول لك شي؟ أنا ما ضايج منك ولا كارهك، أنا ضايج من نفسي. أنا ما راضي على روحي لما وصلت هالمرحلة. أنا اللي عودت نفسي أسمع صوتك، وأنا اللي عودت نفسي أهتم وأدقق كل تفاصيل حياتك. أنا تعودت أتنفس صوتك وأنام وأقعد وكل شيء أسوي بيومي وأنا أحكي وياك. أنا اللي تعودت أعوف ناسي وأصدقائي وكل اللي يحبوني على مود شخص، وهذا الشخص فضل حياته بدوني وتعود يعيشها بدوني، وتعود ما يحكي وياي ويهملني وما يذكرني، رغم أنه أنا تغاضيت عن هواي أخطاء وعيوب وبديت وياه من جديد. بس هو أصلا ما جاي على باله هذا الشيء. أنا غلطان لأن كنت تعرف حيجي هذا اليوم، وكنت تعرف أنا مجرد دوا بوقت ما تحتاج تجيني، وبيوم اللي ترتاح وملتهي بحياتك ما تتذكرني وما تقول فلان شو اللي يسوي هالسوي ليش ما أسأل عنه. فلان اللي كل ما أحتاج ألقاه وكل ما أحتاج الشخص يسمعني أروح أطلع اللي بقلبي ومن أرتاح أعوفه. على فكرة ماكو شخص ما يتعوض، عادي أضوج أتأذى أشتاق كم يوم، بس صدق وراح ألقى الشخص يعوض، وراح أنت اللي تتأذى. تدري ليش؟ لأن كل واحد بينا ما يحس بالنعمة اللي يفقدها، وكل واحد بينا يريد اللي مو إله، ومن يصير إله يهمله. بس لا تجيني بيوم تحس نفسك محتاج لي، واني أوعدك راح يجي هذا اليوم وراح تتمنى تسمع كلمة حلوة مني.